أي كلام، ولا يعرف ليه وازاي وبكام ويعدي بحور أمواج وصخور، وفي ليله ينده على الأحلام مخلص ونبيل طيب وأصيل فارس خيال، هو ده الشاطر همام. كل البشر مش فارقة وقصور وياقوت، لأنه ساكن أحلامها وبطل الحواديت. أميرة المملكة عشقا وكان هو بسيط، لو مرة تجمعهم كلمة من شوقها تشيل. كل البشر مش فارقة وقصور وياقوت، لأنه ساكن أحلامها وبطل الحواديت. حارب وحوش وطيور جرحة وانس وعفاريت، ويدوب الصخرة الصعبة زي الفتافيت. حارب وحوش وطيور جرحة وانس وعفاريت، ولما يشتكي له حصان ويفضفض فطافيت. فارس وهمام مش أي كلام، ولا يعرف ليه وازاي وبكام ويعدي بحور أمواج وصخور، وفي ليله يندى على الأحلام مخلص ونبيل طيب وأصيل فارس خيال، هو ده الشاطر همام. أنا جاي لجلالتك لآخر مرة علشان أعرف ردك على الرسالة اللي بعتني بيها الملك الطيب زيدون وابنه. هص بس استنى، ده وقته. إيه يا جماعة، ما تفهموني إيه الموضوع؟ ده موضوع مهم، ورسالة الأمير مفتون موضوع مهم جدا. عندك حق يا شاطر همام، موضوعك مهم جدا، بس للأسف الشديد في الوقت الحالي في موضوع أخطر وأهم. موضوع إيه تاني؟ ما الوحش وخلصنا منه. كلنا قاعدين مستنيين كلمة من الأميرة زين. ما هو أنا جاي عشان الكلمة دي. بس الكلمة دي تخص موضوع تاني خالص. أفهم بقى، موضوع إيه؟ الحقيقة الأمير بشمور أمير دولة العور هو اللي مستني الكلمة دي. أمير بشمور؟ هو مستني كلمة إيه؟ إن الأميرة زين توافق على إنها تتجوزه، لو رفضت هيجيب كل جيوشه ويدك المدينة. كده أهو؟ بالبساطة دي؟ بالبساطة دي. يعني يا إما يتجوز الأميرة يا إما يدمر المملكة؟ بالظبط كده. وهو دلوقتي واقف كل جيوشه على أبواب المدينة، وقائد الجيوش مستني كلمة منه هو، وهو مستني كلمة مني أنا، وأنا مستنية كلمة من أميرة زين. كلمة واحدة بس أسمعك تقوليها، إنك موافقة تتجوزي الأمير بشمور أمير مملكة العور. يا ناس يا هو في الدنيا جواز بالطريقة دي؟ في أسلوب متحضر للجواز؟ الجواز يبقى كده بالحراب والسهام والنبال والسيوف؟ مش ممكن. الجواز ده عرض وقبول، مش كده هو يعني. اللي انت ما تعرفوش يا شاطر همام ان فعلا الامير بشمور اتقدم وطلب ايد الاميره، لكن ما نبوش من كده الاستهزاء والسخريه منها. طبعا صار وهاج وماج وحلف براس ابوه هيجيب جيوشه ويجي على ابواب المدينه، ولو رفضت تتجوزه هيدك المدينه ويجيب عليها وطيها. طب والاميره زين يعني رايها ايه؟ احنا في انتظار رايها اهو. طب ومهمتي والخاتم اللي انا تعبت وشقيت عبال ما لقيته
الوحش اللي خلصت المملكة منه، الرسالة اللي أنا حاملها من الملك الطيب زيدون والأمير مفتون. مصير ده كله إيه؟ زي ما انت شايف اهو، كلنا قاعدين مش عارفين نعمل اي حاجة لغاية ما الأميرة تنطق. وهي مش عايزة تنطق؟ تنطق تقول ايه؟ لو قالت معناها تعاستها، ولو قالت لا دمار للمملكة. عندها حق، ما أصلها لو جوزت الأمير بشمور ده بالطريقة دي ساعتها بقى مش هتبقى مراته، دي هتبقى أسيرة عنده. مش كده يا شاطر همام. كلمت نطقت أول مرة من يومين عشان خاطر الشاطر همام. كده طبعا يا أميرة، إزاي عايزين يجبروكي على الجواز؟ ومن إنسان لو شفته يا شاطر همام هتصعب عليك نفسك. ارفضي، أنا اللي بقولك. ترفض ازاي؟ الأمير واقف على أبواب المدينة بجيوشه، لو قالت لا هيهاجم المدينة. يبقى لازم نتصرف بسرعة. نتصرف ازاي بس يا شاطر همام؟ احنا مملكة مسالمة، مفيش عندنا لا جيش ولا عسكر. لازم يكون في طريقة نحل بيها المشكلة دي. ازاي يا شاطر همام؟ طيب ادوني فرصة يعني اخد رأي مجلس الشورى بتاعي. هو انت عندك مجلس شورى؟ قصدي يعني اشاور نفسي. بس الوقت بيداهمنا. نص ساعة بس، عن اذنكم. احنا بايدينا ايه نعمله يا شاطر همام؟ انت سفير في بلاد غريبة وانا حصان عجوز. ما هو الأميرة زين لازم تتجوز الأمير مفتون، ما ينفعش تتجوز حد تاني. والله أنا قلبي بيقول لي إن الموضوع غير كده خالص. غير كده ازاي يعني؟ شامم ريحة اهتمام شخصي بالموضوع. تقصد ايه؟ بلاش تلميح. انت شخصيا اللي مهتم بالأميرة. انت بقى الأكل كبس على نفسك وبدأت تتخرف. أنا حرقة لمستوى الأميرة؟ أنا فين وهي فين؟ يعني أنا هفكر فيها لنفسي؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ عايز الحق طبعا. انت جوه نفسك مؤمن بانك اهل لها. لا ده كلام فارغ. ومش عاوزها تتجوز حد غيرك. يعني أنا عايز أتجوزها أنا يعني؟ مش عيب ولا حرام. أيوة لكن مفيش، لكن كلنا كده أيام الشباب نحب ونبني الدنيا على مزاجنا. يا ليت الشباب يعود يوما. يعني كنت عملت ايه يا عم حصان يعني؟ كنت دغدغت لك حصان الأمير بشمور ده، كنت نزلت له الميدان حصان لحصان. نتنس بعض ونحاور بعض. والله العظيم ايه ده؟ طب والله فكرة. ايه؟ انا وهو وانت وحصانه في الساحة؟ ده جراله لطف في دماغه. زي ما انتوا خليكوا زي ما انتوا. انا هروح للملكة واجيلكوا على طول. انا مش عارف ازاي نخرج من المأزق ده. وجدتها يا مراتي، وجدتها يا اميرتي. ايه دي اللي وجدتها يا شاطر همام؟ الخطة اللي هننقذ بيها الأميرة زين من الأمير بشمور. طيب قول بسرعة. مفيش وقت للكلام جلالتك بس استدعي سفير الأمير بشمور وأنا هفرجك هعمل فيه إيه. قال تتجوز الأمير بشمور يا بشمور؟ في حد في الدنيا اسمه بشمور؟ بذمتك أنا راضي ضميرك لو عندك ابن تقبل تسميه بشمور؟ لا طبعا. استنى الأمير بشمور، اتفضل المجلس.
هو أمر عاجل. خير، أميرة زين وافقت خلاص؟ الواقع هو ما يخصش الأمين ولا يكون أنا ولا يكون المملكة كلها. الموضوع يخص الشاطر همام. شاطر همام؟ مين الشمام؟ الشاطر همام سير الأمير مفتون والملك الطيب زيد، وهو اللي طلب يكلمك. الأسماء دي كلها تحت أمرك وأمرهم مولاتي. اسمع يا سفير بشمور، انا السفير همام، سفير الامير دون، وهو ارسلني لخطبه الاميره زين. خش في الموضوع على طول، عايز أنام. هتنام وهتشبع نوم. شوف بقى يا سيدي، فاثناء ما احنا منتظرين رد الاميره زين على طلب الامير مفتون، حصل تدخل مش لطيف من مولاك الامير بشمور، والملك زيدون بيحذركم لو ما انسحبش الامير بشمور بقواته من هنا، الملك زيدون هيعتبر ده تدخل سافر في شؤون مملكته هو، وساعتها هيعتبر ده اعتداء رسمي على اراضيه. وده ما انسحبش. لا تبقى كارثه. لو ما انسحبش الامير مفتون هيعمل الامير بشمور لمبارزه في الميدان، راجل لراجل، هيفوز هو اللي هيفوز الامير. لكن ما لكنش ولا سفير بلغ رسالة. طيب هو فين الأمير مفتون؟ أنت مش بتقول إنك سفير؟ انا ممثل، انا ممثل المملكه كلها، ولعلمك بقى في عدم وجود الامير مفتون انا حل محله. انا فارس لا يشق له غبار، ما اعرفش الهزار، عناية بتطق شرة، شايف اهو، يعني لا يهمني لا بشمور ولا عصفور ولا طرطور حتى. لكن أبلغ رسالة. تحت أمرك مولاتي. همام ده ولا اللي اسمه شمام؟ هو قال عليا كده؟ السفير الحقير ده يقول عليا انا كده؟ قال يا مولاي، قال. لكن انا ما اسكتلوش. يتحداني انا للمبارزه، والفائز ياخد الاميره. انا دلوقتي ما يهمنيش الاميره، انا هاخدها. انما دلوقتي يهمني ادي البني ادم ده درس ما ينساهوش طول عمره، لا هو ولا اميره مفتون ولا مملكته كلها. لكن يا مولاي مفيش لكن. انت سفير، احمل الرسالة دي للولد ده وقول له تقابلني بكرة عند شروق الشمس على البوابة الشرقية للمدينة، وقول له يودع أهله لأن ده هيكون آخر يوم في حياته. لكن يا مولاي الأمير. مفيش لكن. انت سفير، نفذ يا سفير. الحماسة كويسة وكل حاجة، لكن انت كده حطيت نفسك في موقف صعب. انا اعمل المستحيل علشان انقذ الاميرة زين. قلت لك كده امبارح زعلت. يوه، مش لنفسي. ما هو شوف، انا لما انقذها من ايدين بشمور يمكن هي ترضى تتجوز الامير مفتون، وبكده ابقى انا نجحت في مهمتي. ولو لا قدر الله حصل العكس، لو بشمور هزمك، يبقى ضحي بنفسك لصالح مين؟ ها؟ هو السؤال ده اجباري؟ اصل انا بصراحه مش عايز اجاوب عليه دلوقتي. انا عايز اركز في بشمور، عايز روحي المعنويه تبقى عاليه علشان اقدر اخلص منه. وانا هعمل المستحيل عشان اكون عند حسن ظنك. ايه ده؟ انت يا حسام؟ امال ايه؟ فاكرني هسيبك لوحدك في موقف زي ده؟ ايوه، بس انت يعني ما تاخذنيش يعني.
قصدك اني عجوز ومش هفيدك بحاجة؟ لا 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 مش قصدي. بكرة اوريلك اني مفيد جدا وان الدهن في العتائق. بكرة ارد لك الجميل يا شاطر همام، جميلك يوم ما حافظت عليا وخلتني اعيش مع باقي خيل الملك الطيب زيدون بعد ما طردوني. قال الملك الطيب قال. همام 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 فارس واصيل مخلص ونبيل له قلب كبير وبيعشق زين بيعدي بحور امواج وصخور ولا عمره يخون ولا له وشين لكن مفتون رامي شباكو عامل جبار زي هلاكو ويخاف وبيقفل شباكو